بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مشاهدي ومتابعي قناة تكنوتك للمعلوميات. النهاردة معانا قالبين لمتجر إلكتروني لبيع المنتجات. القالبين دول هدية، وقالبين مفهومش أي أكواد مشفرة، مناسبين جدا لمتجر إلكتروني لبيع المنتجات. منهم واحد قالب أجنبي سهل جدا وسريع، وقالب معرب اللي هو ايزي كارت. تمام. طبعا احنا عارفين ان الربح من بيع المنتجات على المتجر الالكتروني بيكون طريقة سهلة جدا للربح من الانترنت، خاصة ان انت ممكن تنشئ مدونة بلوجر بكل سهولة. زي ما احنا عرفنا طريقة انشاء مدونة بلوجر. طبعا انت بتروح لانشاء مدونة جديدة، بتسمي المدونة اسم وتبدأ تظبط الاعدادات. الفكرة هنا في بيع المنتجات ان انت بتختار قالب مناسب لبيع المنتجات، سواء اي قالب اجنبي او قالب عربي. الفكرة كمان ان القالب الاجنبي بينفع برضه لبيع المنتجات سواء كانت عربية او اجنبية، ونفس الحكاية لو كان قالب معرب. يعني مش شرط يكون قالب معرب عشان تعرف تبيع تركبه على المدونة وتعمل بيه متجر الكتروني. دي نقطة. طبعا رابط تحميل القوالب دي اضافة الى 5 قوالب اخرى هسيبها لكم في وصف هذا الفيديو. تقدر تحمل ال5 قوالب وتعمل لهم معاينة، والقالب اللي يعجبك ممكن تركبه على المتجر الالكتروني الخاص بيه. منصة بلوجر طبعا هي انسب المنصات لعمل متجر الكتروني لسهولة استخدامها. طبعا كمان في حاجة مهمة جدا جدا، انت مش هتحتاج بقى تقدم في ادسنس والكلام ده كله، لان المتجر الالكتروني بيديك ارباح بطريقة سهلة. انت محتاج تشتغل. كمان المقال مش لازم يكون مقال كبير ولا حاجة زي المقالات. انت كل ما هنالك انت بتحب تحط صورة المنتج اللي انت بتعرضه، وبتكتب مواصفات المنتج والسعر اللي انت ناوي تبيع بيه. طبعا بتتعامل مع مواقع زي موقع تاجر، بتزود نسبة السعر، النسبة اللي انت اللي هو نسبة ارباحك يعني، وبتبدأ تحط السعر تحت الصورة بالاضافة لمواصفات المنتج. فالموضوع اسهل منه مفيش. كمان محتاج ان انت تشتغل كتير. هو كل ما هنالك بتختار قالب معين، واذا كان تقدر تجيب دومين مدفوع يبقى يفضل تجيب دومين مدفوع وقالب متميز، وتبدأ تكون نشيط على المتجر وتنزل منتجات كتير مطلوبة في السوق وعليها بحث كتير، وتحط هامش ربح ضئيل في بداية العمل، بحيث ان انت تقدر تكسب زوار كتير للمدونة الخاصة بيك او للمتجر الالكتروني. طبعا زي ما قلت لكم هسيب لكم رابط تحميل القوالب في وصف الفيديو. المنتج بيبقى زي كده يا جماعة. دي صفحة رئيسية اهي. لو جينا دخلنا على اي منتج وليكن مثلا الايفون بلس 7 ده، بيروح ادي دي مشاركة مفيش منها مشكلة خالص. دي صورة، مجموعة من الصور للجهاز بالاضافة الى بعض المواصفات وطريقة شرائه. طبعا اضف الى السنة دي بتحولك على صفحة الدفع مباشرة، بتحط بياناتك وبتبدأ تروح عشان تدفع. دي بيانات الدفع وبتشتريه. طبعا بيوصلك بكل سهولة. كل ده موجود في القالب يا جماعة. الصفحات دي كلها انت مش هتحتاج الا تعدل عليها بس في رابط المدونة الخاصة بيك، وبعد التعديلات الاخرى اللي احنا عارفينها في طريقة انشاء المتجر الالكتروني.